هقول لكم شوية وصفات سحرية بتحيي أي علاقة، والكلام ده مش كلامي أنا، ده كلام دكتور جون جوتمان. قالك ثقافة التقدير والاحترام. لما يكون أي كابلز بينهم تقدير واحترام، ده بتبقى من الوصفات السحرية اللي تحيي العلاقة بينكم. كمان إن يبقى فيه تواصل مستمر، إن احنا دايما يبقى فيه كوميونيكيشن ما بيننا، نقعد ونتكلم ويبقى فيه بيننا وقت مهم إن احنا نقعدوا مع بعض. 3 قاعدة 1/5، والقاعدة دي من أهم القواعد عند دكتور جون جوتمان، عشان بيقولك مع كل حاجة سلبية هتقولها للبارتنر بتاعك هتقول قدامها 5 حاجات إيجابية عشان تمحي الحاجة السلبية دي، ومحدش فينا معصوم من الخطأ. القاعدة اللي بعد كده وهي فكرة إن لما حد فينا يتكلم التاني يبقى بيسمعه بكل حواسه. بعد كده الإقرار بالمشاعر، فكرة إن أنا أقر بالمشاعر. يعني لما مثلا زوجتي تبقى عندها تعبانة طول اليوم، مضغوط عليها، أنا كمان راجع من الشغل، عندي ضغوطات، مهم قوي إن البارتنر اللي معايا يحسسني إنه فاهم وحاسس مشاعري كويس جدا. 6 حاجة وهي الكلام الإيجابي. مهم جدا نقول كلام إيجابي لبعض، مهم إن أنا دايما أسمع البارتنر اللي معايا كلام حلو، عشان ده بيفرق جدا وبيحيي العلاقة بشكل كبير. قضاء وقت ممتع أو قضاء وقت مع بعض، مهم إن احنا نقضي وقت كبير مع بعض عشان يكون عندنا ذكريات حلوة وعندنا تفاصيل في حياتنا مع بعض تخلينا نعرف نحيي العلاقة من جديد.